عارف ايه اجمل سر في الانجليش او في اي لغه عموما؟ انك انت تتعلم، انك انت يعني تواصل في التعليم، انك انت تكتشف حاجات جديده. يعني النهارده وانا بتعلم او ببحث في الانجليش او كده الكلام ده كله، لقيت فيه كذا كلمه يعني نفس النطق لكن مختلفين في المعنى وفي الكتابه ايضا. يعني مثلا عندك كلمه صن. صن اللي هي اس او ان تعني ابن. صن اللي هي اس يو ان تعني شمس. عندك كلمه رايت. رايت يعني يكتب. رايت يعني يمين. تمام. عندك كلمه ايه تاني؟ عندك كلمه ويك. ويك يعني اسبوع. ويك تانية يعني ضعيف. عندك كلمه هير. هير يعني هنا، وهير يعني يسمع. عندك كلمه ايه تاني؟ يعني ورد. وفلاور تاني يعني دقيق. قلنا في الكومنتات تحت ايه الكلمات اللي نفس المعنى، نفس النطق لكن مختلفين في المعنى وفي الكتابه. سلام.